السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة كشف الحقائق. أهلا وسهلا بكم جميعا، مشرفينا ومنورين. قبل ما نبدأ الفيديو نذكر الله ونصلي على النبي، واللي مش مشترك عندنا في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد بإذن الله. إن شاء الله النهاردة هنتكلم في موضوع شفناه كده على السوشيال ميديا، يعني منتشر بقاله يومين. فيديو عن بنت يعني كانت بتضرب حماتها وسحلتها في الأرض يعني. طبعا احنا مش عارفين ايه التفاصيل بالظبط، واللي نشر الفيديو للاسف هو ابن الست دي، نشره على صفحته. وطبعا في ناس كتير شاركت الفيديو دوت على صفحاتهم، وصفحات كبيره طبعا مليونيه يعني نشرت الفيديو او خدته مشاركه. فالفيديو انتشر بسرعه كبيره جدا. وحاليا البنت اتقبض عليها وبيتحقق معاها يعني في الواقعه دي. ولكن طبعا ما ينفعش الشاب ده عمله اصلا من البدايه. يعني هو صور الفيديو او خد الفيديو ونزله. هو الفيديو طبعا متصور بكاميرات المنزل، يعني في المدخل بتاع البيت. هو خد الفيديو ومنزل عليه اغنيه ومتاثر، يعني المفروض ان هي يعني عامل اغنيه حزينه عليه. طب انت ازاي اصلا تنزل فيديو زي كده عن والدتك؟ يعني يعني تظهرها قدام العالم كده وهي بتتضرب او يعني جه عليها من مراتك. احنا اللي شفناه في الفيديو طبعا ان هم كانوا قاعدين بيتكلموا، وبعدين البنت راحت ضرباها بالشبشب، وبعدين قامت عليها ونزلت عليها بالعصايه. ووالدة البنت طبعا كانت عماله تحوش. والدتها بتطبطب يعني على حماتها وكده، راحت حماتها راحت ضرباها، يعني ضربت الست. طبعا انا اعتبي الشاب نفسه ان هو ينزل فيديو زي كده. لان احنا لقيناه نزل، يعني هو المفروض ان هو كان مسافر. لقيناه نزل على طول، بعديها بيوم نزل على طول. وجايب فيديو كمان وهو بيبوس رجل والدته يعني وكده، وبيتصور. فهل يعني الموضوع ده معمول شو يعني معمول عرض مثلا او كده؟ انت فرحان مثلا ان والدتك اتشافت ان هي اتضربت من مراتك قدام الناس؟ لما انت كنت قادر تنزل مثلا مصر، ما نزلتش ليه قبل ما تنشر الفيديو؟ يعني ما نزلتش ليه؟ ولو مثلا انت عارف ان في مشاكل بين حماتك وبين يعني بين والدتك وبين مراتك، طب ليه ما نزلتش عشان تحل المشاكل دي؟ ليه ما حاولتش انك تفصل مثلا بينهم او كده، او تعزل بينهم؟ بنتك كمان المفروض ان هي بتتعالج، على ما سمعنا يعني ان هي بتتعالج او عندها ثقب في القلب، يعني بنت مريضة، يعني محتاجة يعني جو اسري ما فيهوش عنف، ما فيهوش كره، ما فيهوش حقد. انت سايب ده كله ومسافر مثلا. طب يعني نشرت الفيديو ليه؟ يعني ايه اللي انت استفدته دلوقتي لما نشرت الفيديو؟ يعني حاليا والدتك اتشافت قدام الناس وهي بتتضرب من مراتك. مراتك دلوقتي اتحبست. ما افتكرش ان هيبقى في عيشه تاني بعد كده، بعد اللي حصل ده. يعني لو انت ما نشرتش الفيديو كان ممكن الموضوع يتلم، كان ممكن الموضوع ما يتعرفش، كان ممكن تتصالحوا، كان ممكن تتراضوا، كان في الف حل وحل. يعني انت كده نشرت الفيديو، بعد نشرك الفيديو ده انت اصلا يعني زي ما بيقولوا خربت حياتك يعني. خربت حياتك وحياة بنتك. يعني بنتك دلوقتي المريضة دي قاعدة في عند حماتك، يعني انت ما بتشوفهاش، وهي انسان يعني بنت مريضة، يعني محتاجة رعاية، محتاجة عناية. اللي كان هيقدر يعمل الكلام ده والدتها، يعني ولا حماتك ولا والدتك كانت تقدر تعمل الكلام ده او تهتم ببنتك اكتر من والدتها يعني. طبعا انت اسأت التصرف في نشرك للفيديو، اسأت التصرف في انك برضو بتصور ان انت حنين على والدتك او بتبوس رجليها قدام الناس او كده. كل ده كويس، يعني مش محتاج لكاميرات ومش محتاج لتصوير. كان لازم تكون اعقل من كده واحكم من كده في التصرف. ليه عتاب طبعا عليك جامد، والناس اكيد اللي هتشوف الفيديو ده هتبقى عاتبة عليك جامد وهتهاجمك جامد. الفيديو زي ما يكون نازل للشهرة او للترند. وهل الترندات يا جماعة كمان هتبقى على أهالينا أو على أبويا أو أمي أو مراتي أو ابني بالطريقة السهلة دي؟ يعني أنا مش عايز طبعا أقول ألفاظ يعني جارحة أو جامدة، ولكن يعني ده أقل ما يقال. يعني أنت كان المفروض حصل مشاكل كنت تستوعب الأمور وتلمها، طالما أنت قادر تنزل زي ما نزلت كده تاني يوم، كنت نزلت وكنت حليت القصة من غير نشر. فيديو طبعا اول ما اتنشر عليه حوالي 100,000 تعليق وانتشر بسرعه طبعا رهيبه. في ناس قالت ان البنت معمول لها سحر او حاجه زي كده، فمش مخليها نفسيا مظبوطه.
في كلام اتقال عن طريق والدتها برضو. هي طبعا مغلطة بنتها، وكل الناس طبعا مغلطة بنتها ان هي تمد ايديها على حماتها بالطريقة دي، مهما كان الاستفزاز من حماتها او مهما كان المواضيع اللي بينهم يعني. ان هي غلطت فيها او ان هي قالت عليها كلام وحش او ايا كان، او ما بتاكلهاش او ما بتشربهاش او ما بتلبسهاش. بتاخد الفلوس اللي بيبعتها جوزها كلها. مصاريف علاج بنته بتديها المصاريف بالقطاره، او بتبعت معاها حد عشان يقول يشوف بالظبط هتصرف كام او هتديها يعني هتصرف ايه. كل دي امور تضايق طبعا، ولكن ما توصلش انك تمد ايدي على حماتك بالطريقه دي. طالما انت حماتك خانقاكي بالطريقه دي، او بيت اهل جوزك يعني مضايقينك وجوزك مش موجود او ما بيسيطرش على على الامور يعني، او ما بيتصرفش، تاخدي بعضك وتروحي على بيت اهلك، وهم لو ليكي حق يجيبوهولك. لكن اللي احنا شفناه ده طبعا من ضمن سلسله الترندات اللي عماله تحصل قدامنا يعني، او في مجتمعنا للاسف. ان بنت تضرب حماتها، او ام او بنت تتطاول على ابوها، او تغلط ابوها، او ست تتطاول على جوزها مثلا، ايا كان الاسلوب يعني. الاسلوب ده طبعا مرفوض تماما، وبقى يعني بقى شيء مقزز يعني بصراحه على مجتمعنا، وبقين الناس بتتضايق منه. وللاسف هو بيبقى اكتر محتوى او اكتر حاجه بتنتشر يعني سريعا يعني. هنشوف طبعا ان شاء الله الامور هتوصل لحد ايه، البنت هيحصل معاها ايه. هل اهل الزوج هيتنازلوا عشان خاطر البنت الصغيره دي؟ ونتمنى يعني ان يحصل كده، يتنازلوا، حتى لو هيحصل الانفصال بقى خلاص مش مشكله، ولكن عشان البنت الصغيره دي، البنت عندها شهور ومريضه، فمحتاجه رعايه والدتها. مش محتاجه طبعا بهدله، ومش محتاجه اللي هيحصل لها. اتمنى الناس يبقى يعني روح القانون يعني يبقى فيه رأفة شويه بالزوجه. واتمنى طبعا من حماتها ان هي يعني تتعاطف معاها يعني، ولو في قضيه يعني تتنازل عنها او تتنازل عن المحضر المعمول او الكلام ده. نتمنى ويكون درس لينا او للناس بعد كده يعني قدامها، ان هي تستفاد منه. ما يبقاش الموضوع عدى كده بس وخلاص. ان احنا فرحانين ان احنا بننشر مثلا صور. طبعا يعني انا هحاول مش هجيب يعني هحاول اجيب صور من الفيديو، لكن مش هجيب طبعا الفيديو كامل يعني. ولكن هنجيب صور يعني عشان نوضح بس القصة يعني. بس يا جماعة، ده كان الفيديو بتاعنا. ان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد، وما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة لو عجبكم الفيديو. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.